الشاهد أن هذا المقام فيه حث على العفو، وليعفوا وليصفحوا. ذكر في هذا المقام العفو والصفح، العفو والصفح. والعفو عدم المؤاخذة، العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض بحيث لا يذكرها أصلا، وهو أبلغ من العفو، وهو أبلغ من العفو. وليعفوا وليصفحوا، ترقى من الأدنى إلى الأعلى، وأول ما يبدأ الإنسان يعفو. فإذا وفق لعالي المقامات صفح. ومعنى صفح أي أعرض عن هذا الأمر الذي أسيء به إليه، فلا يلتفت بقلبه إليه ولا يذكره أصلا. لكن هذه ما يبلغها إلا أصحاب النفوس الكبار التي شغلت قلوبهم بعالي المقامات ورفيع المطالب. ما كل قلب يبلغ ذلك، وهذا من الإحسان ومن أعلى رتب الدين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. وإلا فإن الإنسان غالبا وفي الأعم عندما يساء إليه بإساءات دون هذا بكثير، تبقى معه الإساءة متزاحم قلبه في كل لحظة، تزاحم قلبه في كل لحظة، وكل دقيقة أو دقيقتين تأتي في باله، تبدأ حسيكة في قلبه تتحرك، ولا يكون في باله إلا فلان. وإذا جاء إلى فراشه يتقلب ساعتين 3 ساعات 4 ساعات في خطأ يسير جدا حصل من فلان، تجده يتقلب على الفراش ويحمل غيظ وحقد وحنق ضد هذا الذي أساء إليه، ويصبح هو شغل قلبه الشاغل، بدل أن ينشغل بالمطالب العالية والفوز برضا الله ومحبة الله وذكر الله وتعظيم الله، ويشغل قلبه بذلك. يكون قلبه مشغول بأحيانا قضايا جدا، يعني يحصل أحيانا بين بعض الأحبة والإخوة والأقارب والجيران، يحصل خصومة وهجر تستمر سنوات، وإذا فتشت في القضية وإذا هي نزغة شيطان في أمر يسير جدا، في أمر يسير جدا. لكن القلوب ضعيفة ليست كبار، فمثل هذه الأشياء تقف عندها، تقف وتبقى هي والتفكير منصب عليها ومنشغل بها، وليس في القلب معاني كبار تشغل القلب. فتأتي هذه التوافه للقلب الفارغ من المعاني العالية فتشغل القلب وتعشعش فيه، بينما القلوب الكبار مطلبها أجل ومقصدها أعظم، وما يقوم فيها من عفو وصفح طمعا في فضل الله وعفو وصفح أعظم من الوقوف عند مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، وأيضا هذا ثبت في سيرته هو عليه الصلاة والسلام، ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول ابن تيمية رحمه الله جمع 3 أمور: العفو وسؤال الله المغفرة لهم والتماس العذر لهم. ضربوه حتى أدموه ويدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى الإخلاص، يدعوهم إلى نجاة من النار، ويرمونه حتى يسيل الدم منه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عفى عنهم وسأل الله أن يغفر لهم وتلمس لهم العذر، قال فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. هذا ما تنهض له إلا القلوب الكبيرة. شخص يساء إليه وهو في أعظم عمل وأشرف مهمة، داعية لتوحيد الله، يعمل لإنقاذهم من النار ومن سخط الله، ثم يرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم، فيقول وهو يسلت الدم عن نفسه يقول اللهم اغفر لقومي
في نفس الوقت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عفو وسؤال المغفرة، وأيضا التماس الأعذار. التماس الأعذار هذا يبلغه من يوفق لهذا المقام، مقام الإحسان. الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان في معاملة الخلق. الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية وقال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كل إنسان يقول أنا أحب أن يغفر الله لي، كل إنسان يقول أنا أحب أن يغفر الله لي، لكن الناحية العملية الإيمانية التي يترتب عليها آثارها، قبل قليل يحلف أن لا ينفق عليه، ومجرد أن تنزل هذه الآية يتحول إلى حلف آخر أن لا يقطع النفق عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. فهذا مقام الأنبياء، مقام الصديقين، مقام المحسنين من عباد الله تبارك وتعالى، ولا يبلغ هذا المقام إلا من يكرمه الله، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب حياته عجب، أمضى حياته بالجد والاجتهاد والنصح والتعليم والدعوة ومحبة الخير وبذل العلم ونفع الناس، أمضى حياته في ذلك. وأوذي من خصومه أذى عظيما، أوذي من خصومه أذى عظيما، وأدخل السجن مرات ومات في السجن رحمه الله. تسلط عليه خصومه تسلطا عجبا، وشاية وكذبا وافتراء عليه وتزويرا في كلامه ووشاية عند السلطان، أمور عظيمة جدا حصلت له في حياته. ومرة لما خرج من السجن رحمه الله أراد بعض أصحابه أن يعملوا على معاقبة هؤلاء الذين أساءوا إليه ونالوا منه، وكلموا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. فقال رحمه الله في سياق هذا المقام، قال قد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه. الآن همة متجهة لشيء آخر، يحدثونه عن معاقبة من أساء إليه، من اعتدى عليه، من ظلمه، لكن فكره وهمته وقلبه متجهة لشيء آخر، ليس منشغلا بهذا الأمر، قلبه وفكره ليس منشغلا بهذا. هم يحدثونه عن شيء وهو يحدثهم في شيء آخر. قال قد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر لي من أحد، فلا أحب أن ينتصر لي من أحد. هذا يقول بعد أن أمضى في السجن ظلما وبغيا وعدوانا وقتا طويلا، يقول مثل هذا الكلام رحمه الله، يقول فلا أحب أن ينتصر لي من أحد بسبب كذبه علي وظلمه وعدوانه، فإني قد حللت كل مسلم، فإني قد حللت كل مسلم، يعني كل مسلم في حل مما قام في حقي من ظلم كذب عدوان، حللت كل مسلم ولم يستثني رحمه الله، مع شدة العدوان والبغي والظلم والأذى الذي ناله وطال أصحابه وإخوانه. شيء يقرأ في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله لا يوصف. قال وأنا أحب، انظر القلب بماذا مشغول، قال وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأنا أحب الخير لكل المسلمين،
وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. ثم ذكر لهم شاهدا حتى يؤنسهم، لأن قلوبهم قلوب أصحابه يعني متألمة مستاءة جدا، ويريدون إيقاع العقوبة بهؤلاء. قال لهم: وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف لا يصل مصطح بن أثاثة، لأنه كان من الخائضين في الإفك، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما نزلت قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، فعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق. هذا العمل الكبير الذي قام به رحمه الله تعالى ذكر فيه أسوته صديق الأمة رضي الله عنه في هذه الحادثة العظيمة التي حصلت، وأراد أن يطيب خواطر أصحابه في حرصهم، في تألمهم، في إرادتهم إيقاع العقوبة بمن أساء في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. أعجب من ذلك أنه رحمه الله لما خرج من السجن في إحدى المرات كان قد حصل بين السلطان وبين بعض القضاة الذين أساءوا إلى شيخ الإسلام وسعوا في قتله وألبوا عليه وحرضوا، حصل في نفس السلطان تجاههم بسبب بعض الأمور شيء، فدعا ابن تيمية عنده يريد أن يستغل إساءتهم لابن تيمية رحمه الله فيستصدر منه فتوى في هؤلاء، فدعاه، وأخذ السلطان يحث ابن تيمية أن يفتيه في قتل بعض القضاة، فقط يريد فتوى في قتل بعض القضاة ممن كانوا قد أساءوا لابن تيمية رحمه الله وسعوا في قتله. وقال له السلطان محرضا: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا، يستحثه على أن يصدر فتوى. فأخذ رحمه الله يعظم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. وقال ردا على كلامه السابق: من آذاني منهم فهو في حل، ولو قتلتهم ما تجد مثلهم. ولهذا أحد هؤلاء القضاة من المالكية بن مخلوف، قاضي من قضاة المالكية وكان ممن ألب على شيخ الإسلام، قال: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجز عنا. لما دعاه السلطان وقال: أعطني فتوى في قتل بعض القضاة، وقال: هؤلاء حرضوا عليك ومرارا حاولوا قتلك، أعطيني فتوى. يقول: فلما قدر علينا صفح عنا وحاجز عنا. فهذه مقامات عالية جدا وعظيمة، ولا تصل إليها كل القلوب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا.
وأن يجعلنا أجمعين من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله العظيم أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعلى ضعف منا وقصور أجدها مناسبة في هذا المقام الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه بقراءة هذا العلم وقراءة هذه المواقف وقراءة هذه السير، مع ضعفنا وضعف قلوبنا وكثرة تقصيرنا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. أجدها فرصة لأقول أشهد الله وأشهدكم أنني عفوت عن كل من ظلمني بغيبة أو نميمة أو سخرية أو مال أو غير ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، وأن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن ينفعنا بهذا العلم الذي نتعلمه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب.